يا مساء الفل. لو انت شغال في مجال السوفت وير تيستنج فاكيد كلمة اجايل بتعدي عليك كل يوم، بس السؤال المهم، هل انت اجايل تيستر فعلا ولا مجرد تيستر شغال في فريق عادي؟ النهارده هنتكلم عن شهادة الاجايل تيستر وهنعرف هي عبارة عن ايه وتضيف لك ايه ككيو اي انجينير، وايه المفاهيم اللي لازم تكون في جيبك عشان تنجح في الامتحان او في الشغل العملي. ليه الاجايل تيستر مختلف؟ في الووتر فول القديم كنا بنستنى لما المطور يخلص كل حاجة وبعدين نبدأ شغلنا، لكن الاجايل احنا بنبدأ من اليوم معاهم خطوة بخطوة. الشهادة بتعلمك الأجايل مايند سيت، ازاي بتكون جزء من فريق متكامل، وازاي التستنج مبقاش مجرد مرحلة في الآخر، لأ ده بقى نشاط مستمر من أول كتابة اليوزر ستوريز لحد التسليم. تاني حاجة معانا الشهادة متقسمة ل3 فصول. أول فصل بيكلمك عن الأجايل سوفت وير ديفلوبمنت، وهنا انت بتعرف قيم الأجايل ال14 وازاي التستر بيتعامل مع الديفلوبر ومع البرودكت اونر. الفصل التاني ده الأهم عمليا، بيكلمنا عن مبادئ الأجايل تيستنج، وهنا بنتعلم ايه الفرق بين الريجريشن في الأجايل والووترفول وازاي بنعمل تيست اوتوميشن من أول يوم. بالنسبة للفصل الثالث فهو بيتكلم عن الأجايل تيستنج ميثود، يعني ايه التي دي دي وايه الفرق بينها وبين الاي تي دي، وازاي بنقيم المخاطر في وقت قليل جدا. فعشان تكون تستر محترف لازم تعرف 3 حاجات الشهادة بتركز عليهم. أول حاجة ازاي بنقسم التست ل4 مربعات، وازاي في تست بيخدم البيزنس وتست بيخدم التكنولوجي. تاني حاجة اليوزر ستوري، ازاي اكون ككيو اي ادخل في نقاش يوزر ستوري واطلع الاكسبتنس كرايتيريا. تالت حاجة الفيدباك، في الاجايل لازم يكون عندي فيدباك سريع عشان اعرف السبرنت. طب انا لو استنيت للاخر وطلع بج في الاخر، لا طبعا ده كده مش اجايل. نصايح للامتحان، لو انت ناوي تدخل الامتحان لازم يكون معاك الشهادة الأساسية اللي هي الفاوندمنتال اللي احنا اتكلمنا عليها، شرط أساسي. طبعا احنا عملنا لها موقع مخصوص وشرحنا كل شابتر وعملنا كويز على كل شابتر، فما عندكش حاجة فيها. تمام. تاني حاجة نتفق عليها ان انت لازم تشوف الموقع الرسمي ولازم تقرأ كل كلمة بالانجلش لان الامتحان بيكون انجليزي. كمان في النهاية بتحل امتحانات كتير السابقة عشان تتعود على شكل الأسئلة. في النهاية الأجايل تستر مش مجرد لقب، ده أسلوب تفكير بيخليك مهندس جودة أشطر وأسرع. وبس كده، سلام.